السلام عليكم ومبروك عواشركم. جبت لكم بقلاوه بالكنافه سهله، حضريها في دقائق وكتجي لذيذه. اول حاجه خذوا المكسرات اللي عندكم في الدار، ديروا غير الكاوكاو بوحدو اللي موجود عندكم، طحنوه بحال هكا. وكناخذوا الورق ديال الفيلو، انا درت 2 ورقات ب2 ورقات، كندهنوهم مزيان بالزبده وكنحطوا شويه ديال الكنافه ديالنا وفوق منهم المكسرات. طريقه سهله وواضحه، كنلويوهم على هذا الشكل. حتى الا بغيتوا الكنافه تحمروها بالزبده قبل ما تعمروا بها لداخل، يمكن لكم ديروها ولا تخليوها بحال هكا. كنجيبوا الصينيه اللي غندخلوها للفران وكنسرحوهم على هذا الشكل، وكنعاودوا ندهنوهم من الفوق بالزبده مزيان، وكتقطعوهم على القياس اللي بغيتو نتوما، ومن بعد كتدخلوهم للفران اللي مسخن على 200 درجه حتى كيتحمروا. كيف كيخرجوا هما باقيين سخانين كنسقيوهم بالقطر اولا بالسيرو اللي كيكون بارد، والبقلاوه خصها تكون سخونه. زينتهم بشويه ديال الفستق اولا البيستاش، كيبقى التزيين ايضا اختياري. وها هما اصابع البقلاوه جاهزين اللي نزينوا بهم الطبيله ديال العيد، كيوجدوا في دقائق وكيجيو رائعين. صحه وراحه.